رسالة من أحد قدامى الجيريلا إلى حزب العمال الكردستاني باكاكا. لن أسامحكم في حقوقي. في 11 تموز أحرق 30 جيريلا أسلحتهم، وأنا من قدامى الجيريلا. حملت تلك الأسلحة التي أحرقت طيلة 20 عاما، وعندما نزل المقاتلون من الكهف مرت ذكرياتي أمام عيني كفيلم، وأريد أن أعبر عن المشاعر التي أعيشها اليوم من خلال هذه الرسالة. كتبت هذه الرسالة نيابة عن جيل التسعينيات الذين لا قبور لهم لغاية الآن. كتبت هذه الرسالة إلى العائلات التي مزقتها حرب 41 عاما وضحت بكل ما لديها. كتبت هذه الرسالة إلى أولئك الذين عانوا والكادحين، وهل سيسامحونكم في حقوقهم؟ ومن لن يسامحوه حقوقهم ولن يصفحوا عنه. أسامح حقي لشعب كردستان ولرفاقي ولجميع الثوار والمحاربين، ولمن لا يزال قلبه عامرا بالإيمان بكردستان حرة ومستقلة. لكنني لن أسامح من غيروا الطريق الذي سلكناه من أجل كردستان حرة ومستقلة إلى طريق يخدم توسيع جمهورية تركيا وحماية حدود معاهدة لوزان. ولن أسامح أوجلا في حقوقي بالتأكيد أيضا. بعد التسعينيات انخرطت 3 أجيال من شباب الكرد إلى رفوف باكاكا وارتموا في أحضانه من أجل بناء كردستان مستقلة، وأنا كنت واحدا منهم. تركت وراء شبابي ومدرستي وأمي التي أشتاق إليها وأموت في حبها، وعائلتي والفتاة التي أحببتها أكثر من كل شيء. كانت أغنية جيلي المفضلة هي كينا أم كردين أم لشفان بارور، والتي كنا نستمع إليها سرا ونحبها بل ونعشقها. نشأنا وترعرعنا على سماع قصص المقاومة ضد التعذيب في سجون ديار بكر. عام 88 أصبحنا شاهد عيان على جينوسايد حلبجة والانتفاضة العظيمة لشعب جنوب كردستان إقليم كردستان عام 91، والتي كانت بمثابة عاصفة هزت وحركت كافة أجزاء كردستان. بهذه الحماسة والإثارة بدأنا نضالنا عام 92 ضد المدرعات والرصاص، رافعين شعارات بجي كردستان بمرا كل دار. عندما كنا تلاميذ كنا نشارك في مظاهرات المدارس بترديد أغنية بينا وبينا باكاكا وشمرا دولة بينا، وكنا نبصق في وجه العدو بشجاعة وبلا خوف. وأخيرا انضممنا إلى رفوف باكاكا بهذه الأحاسيس والمشاعر الجياشة. لم نكن قد رأينا أي صور لأوجلان. انضممنا إلى رفوف باكاكا من أجل كردستان. في دوراتنا التربوية كان يقال لنا إن أوجلان هو الوطني المخلص الوحيد في تاريخ كردستان. وحسب هذه الدورات كان الشيخ سعيد جاسوسا وعميلا، والقاضي محمد بائسا، والملا مصطفى البارزاني يعمل لصالح إسرائيل. تفاجأنا واندهشنا، لكننا كنا نعتقد أن باكاكا العظيم هذا لن يكذب علينا، ولهذا بقينا ساكتين. عام 95 جئنا إلى إقليم كردستان. أمرنا بالقيام بعملية ضد مقرات البيشمركة. قلنا إنهم كرد أيضا نجوا لتوهم من قمع صدام وظلمه، فقيل لنا أنتم لا تعلمون إنهم متخلفون الرجعيون لا يطالبون بدولة كردية مستقلة، بل يريدون حكما ذاتيا محدودا صغيرا، ولن تقوم كردستان ما لم ندمرهم ونقضي عليهم. صدرت الأوامر إلينا بحرق بارزان والقرى. سأل أحد رفاقي لماذا نقتل هؤلاء البارزانيين الناجين من حملات الأنفال؟ لكن الأمر كان صارما وشديدا، ولهذا أحرقنا تلك القرية. في عام 99 سمعنا أنه تم نقل أوجلان إلى تركيا. قلنا بلا شك أن أوجلان سيقاوم الظلم على خط المقاومين المضطهدين، لكنه قال أريد أن أخدم دولة تركيا. لم يبدي أوجلان قدر مثقال ذرة من الجرأة والشجاعة التي أبدتهن الفتيات اللاتي فجرن أنفسهن. هذه المرة أيضا قيل لنا أنتم لا تفهمون، القائد لا يقاوم مقاومة كلاسيكية. في عام 99 توجه جيريلا باكور كردستان تركيا إلى إقليم كردستان دون استعداد بأوامر من أوجلان. استشهد المئات من رفاقي بجانبي. عام 2000 قيل لنا إننا سنقاتل بيشمركة الاتحاد الوطني الكردستاني،
ولأن أوجلان أراد أن يثبت للدولة التركية أن باكاكا سينصاع له وينفذ أوامره، فقد صدرت التعليمات من هناك، واستشهد أكثر من 200 بيشمركة من الاتحاد الوطني على أيدينا. شباب الكرد الذين بدأوا نضالهم لبناء وطن حر في التسعينيات يدمرون ويسحقون الآن على يد أوجلان الذي قال: أريد أن أخدم الدولة التركية. في دعوته في 27 شباط قال أوجلان: حرب باكاكا بعد التسعينيات لم تكن ضرورية، إذن فلماذا أحرقت كل هذه القرى في التسعينيات؟ ولماذا أجبر ملايين الكرد على النزوح والتهجير؟ ولماذا فقد 40,000 شاب كردي حياتهم؟ لماذا أشعل أوجلان فتيل الحرب مجددا في الأول من حزيران عام 2004؟ منذ ذلك الحين دفن 20,000 شاب كردي. لماذا خرج أوجلان عام 2013 وقال: يمكن للإدارة الذاتية أن تعلن إدارة المنطقة، ويمكن أن يقتل 50,000 كردي في يوم واحد؟ ولماذا ألقيتم ما يقرب من 3,000 جريلة في الخنادق والأنفاق في 11 مدينة كردية وقتلتموهم بيد الدولة التركية؟ أيدي أوجلان ملطخة بدماء 50,000 جثة شاب كردي. لم يحقق باكاكا أي إنجاز أو مكسب يذكر خلال 41 عاما من الحرب. أما ادعاء أننا عرفنا الهوية الكردية وجعلناها مقبولة فهو كذب. كنا كردا حتى قبل أن نسمع اسم باكاكا، ولم تكن لكرديتنا أي علاقة بأوجلان آنذاك، وكذلك الآن ليس لدى أوجلان أي نوايا كردية أو كردستانية. وجه آلاف الشباب الكرد نحو الموت المحتوم لمجرد إشباع بطنه. وكذلك بالنسبة لعموم قادة باكاكا أمثال جميل بايك، مراد قريلان، دوران كالكان، مصطفى قرسو، وعلي حيدر كايتان، فكلهم يدورون في فلك هذه الدوامة المعادية للكرد. أطالب بإخلاص من كل قلبي ووجداني بإلقاء السلاح وأن لا يموت شباب الكرد، لكني لن أسامح أوجلان ولن أصفح عنه وعن أتباعه في حقوقي، وكذلك لن تسامحه دماء 50,000 شاب كردي.